لازم مجلس الشورى يجي. ايوه. وبعد كده اشوف المرشحين عشان ياخدوا موافقات من اعضاء مجلسي الشعب والشورى، وبعد كده احط الدستور، وبعد كده انت يعني بيؤكد دائما على وجهة نظره اللي هي بتخالف منطق استفتاء 19 مارس. طب هنا الحل ايه؟ الحل القانون ده يتم تعديل هذه المادة فيه؟ ده شوفي الطرف الآخر متساهل جدا متفاهم جدا. طب ما فيش مشكلة، انتهاء انتخابات مجلس الشورى أول ما تنتهي نفتح باب الترشح يوم 23 المانع. طيب ناس هتقول لك طب من 23 ل 10 مارس، ما هو قرب المدة وقال لك أنا هفتح باب الترشح 10 مارس. بس اللي ما غيرش، يعني أنت تفتح باب الترشح في 10 مارس دون أن تمس الجدول الزمني الآخر، دون أن تصرح حقيقة أن مش لازم وضع الدستور قبل رئيس الجمهورية. يعني في يعني خلينا أقول أنا قانوني برضه. لما حد قدامي يصر إصرار غريب جدا يقول لي أنا لازم أحط الدستور قبل رئيس الجمهورية، أقول له أنت بتضحك عليا. سبب بسيط، الناس كانت بتقول الخلاف كان إيه؟ دستور أولا ولا انتخابات أولا؟ فغلبت فكرة إيه؟ انتخابات أولا. انتخابات أولا كل أنواع الانتخابات، انتخابات رئيس الجمهورية، انتخابات البرلمان أولا ثم يوضع الدستور. أو إذا غلبت وجهة النظر أخرى الدستور أولا قبل كل أنواع الانتخابات. ما ينفعش وضع الدستور في ظل سلطات منتخبة وسلطات أخرى مغيبة. ما ينفعش. أنا إما انتخب كل السلطات. الإصرار على هذا الجدول الزمني يشككني بقى. طيب شككني خصوصا في مقصود أم أنه نوع من الارتباك؟ أنا أقول لك لا أنا رأيي أنه ليس هناك ارتباك، في إصرار من البداية على جدول زمني مش جدول زمني، على ترتيب معين مناقض للمنطق. لأنه إيه المكسب للمجلس العسكري من هذا الجدول الزمني؟ يعني عشان يبقى مقصود إذن سيحقق مكاسب، وإلا يكون اتوضع بشكل مرتبك، وبالتالي هم يعني بيتعاملوا مع الارتباك على إنه خلاص مش عايزين يعترفوا بالأخطاء. فإذا كان حضرتك بتقول إن ده مقصود يبقى في مكسب منه. إيه المكسب من إطالة المدة حتى 30/6 إذا كان هو في النهاية هيسلم السلطة؟ ولا حضرتك أصلا مش مع اقتناع إن هو هيسلم؟ أنا مش قادر أقتنع. مش قادر تقتنع؟ لا مش قادر أقتنع. إحنا بنتكلم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان بيقول إنه جدوله الزمني إنه يسلم السلطة في نص 2013، وتحت ضغط نزلنا اليوم 30. وبنسمع من البعض بما فيهم قوى الأغلبية بتقول إيه البعض؟ إنه أعمال الفوضى اللي في الشارع دي قد يترتب عليها إطالة المرحلة الانتقالية. وكان في إصرار من البداية على عمل انتخابات طويلة جدا والمراحل متباعدة جدا علشان العملية تطول. طب هو الطرف الآخر عايز يطولها ليه؟ ثم بعد ذلك تدخله لتشويه المادة 189 اللي أصبحت المادة 60، إن هو اللي يدعو لمجلسي الشعب والشورى مش رئيس الجمهورية. يعني جعل ليه مصلحة. يعني خلينا نقول إنه الجهة المنوطة بإدارة المرحلة الانتقالية إذا جعلت لنفسها مصلحة في المرحلة الانتقالية تبقى غير محايدة، تفقد الحيادية. طب ما هي المصلحة؟ مصلحته إن هو بقى اللي بيدعو، وبالتالي لازم يبقى رقيب على عملية ما يسمى بالتحول للمرحلة الدائمة. أنا مش قادر أسميها التحول الديمقراطي لأنه فيها شك دلوقتي. التحول للمرحلة الدائمة، هذا التحول للمرحلة الدائمة أنا طول ما أنا بشوفه بيمس ميزاتي ولا لا. لو مس ميزاتي بتدخل. الأمور ماشية كويس وفقا بيحافظ على ميزاتي، بيحافظ على أوضاعي، خصوصا هذه الميزات والأوضاع ظهرت في وثائق وألقيت للرأي العام عشان يشوف رد الفعل إيه، ثم سحبت مرة أخرى. وبنتكلم بصراحة عن ميزانية القوات المسلحة، بنتكلم على دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في معادلة السلطة والحكم. طيب من قراءتي لما بين السطور في الكلام اللي حضرتك بتقوله، وقول لي إذا كنت أنا فهمت صح ولا غلط، إنه حضرتك تقريبا بتشير إلى إنه المجلس العسكري بيطول علشان يفضل مراقب مسألة مميزاته في المستقبل أو حماية وضعه في المستقبل، وإنه بيمشي المرحلة الانتقالية وهذا التحول الانتقالي سكة الاتفاق مع القوى اللي ليها تأثير دلوقتي في المجتمع، وليكن وهي الإخوان اللي حصلت على الأكثرية في البرلمان، وإنه بيدعم في السكة دي للحفاظ على مصالحه. صح كده ولا غلط؟ خلينا أقول إنه أنا بأربأ بالإخوان في الحقيقة إنه يبقى في اتفاق على بهذا المعنى.
لأنه ده يبقى نوع من الإخلال بالأمانة، أمانة التصويت وأمانة التي حملوها. طيب امال فأنا بربأ بيراقب ايه في المرحله الانتقاليه؟ لكن أنا أخشى إن إحنا نبلع الطعم ده، إنه إحنا خلينا متوافقين تحت فكرة إن إحنا بنسير البلد بأمان، ثم نتفق على رئيس بعد كده، ورئيس يبقى راضي عنه كل الأطراف القوية مش الشعب، بعيدا عن الشعب. ثم ندعو لتأييد هذا الرئيس، والرئيس يبقى موالي للمؤسسة العسكرية، ثم بعد كده نقول احنا كده حققنا المنى. لا، احنا ما حققناش المنى كده، احنا بدأنا مرحلة أخرى زي 70 سنة اللي فاتت. وهل ممكن أن يأتي الرئيس القادم موالي للمؤسسة العسكرية؟ ممكن إذا كان في نوع من التوجيه. احنا شفنا في الانتخابات يعني فكرة التأثير في الانتخابات والتوجيه فكرة قائمة جدا. يعني مش كل الانتخابات النزيهة نزيهة ولا المزورة مزورة. التزوير الفاضح دوت بقى موضة قديمة، موضة عهد مبارك، لكن في تأثير. ومن ثم أنا أنا النهاردة بقول إنه الدعوة إلى العصيان المدني حرام شرعا. فإذا قلت إنه انتخاب الراجل دوت هو أقرب للشرع، إيه أثرها دي على الشارع المصري؟ بينما إنه الشرع واضح تماما في السياسة الشرعية لابن تيمية، وهو يعني شيخ السلفية، بيقول ببساطة إنه إذا خيرنا بين حاكم فاجر قوي وحاكم ضعيف تقي، اخترنا مين؟ الفاجر القوي، لأن قوته للناس وفجره على نفسه، والتاني ضعفه على الناس أو للناس وتقواه لنفسه. رغم أنها قضايا منتهية من الناحية الشرعية، لكن بتثار النهاردة باعتبار أنه الشعب يتقبل من المفتين أيا ما كانوا يعني يسوقونه للناس. وده كلام مخيف في الحقيقة. هل تعتقد يا دكتور أنه ممكن، حضرتك قلت في البداية أنك تربأ بالإخوان عن أي ممارسات من هذا النوع، لكن هل ممكن يتم استغلال الإخوان في الحشد لصالح مرشح معين يرضى عنه المجلس العسكري في رئاسة؟ مرشح للرئاسة يعني يرضى عنه المجلس العسكري؟ أنا أخشى من هذه الخدعة. يعني أنا أخشى إنه يعني وأرجو أنهم يعني لا يقعوا في هذه الخية، لأنه في خبرة، وأعتقد هذه الخبرة يجب أن يستفيدوا منها، وأعتقد أنه ما يستفيدوا منها لخبرة سنة 54 أنه استفيد منه في ضرب القوى الوطنية الأخرى، ثم انقلب النظام العسكري عليهم بعد كده. خلينا نقول أنه محمد نجيب الله يرحمه الرئيس الأول للدولة المصرية بعد ثورة 52 قال ببساطة أنه العسكر إذا دخلوا الحياة السياسية ما بيخرجوش بسهولة، وبيحاولوا يستعينوا ببعض القوى الوطنية لضرب قوى وطنية أخرى، ثم بعد كده بيتخلصوا من الجميع. أنا برضو مش عايز أقول إنه هي دي نية المجلس الأعلى العسكري، لأنه أنا لا أستطيع أن أحكم على النوايا، أنا بحكم على السلوكيات فقط. ربما يكون نيتهم خير، بس نيتهم الخير يجب أن تظهر في تطمين الطرف الآخر، وفي وضع جدول زمني موضوعي، وعدم التدخل في الترشيحات، وعدم التدخل في إصدار القانون. هذا القانون يجب أن يرد للسلطة التشريعية الحقيقية طالما سلمت إليها سلطة تشريعية، وأنا مش عارف إزاي ولم تصدر تشريع واحد لحد دلوقتي. طيب